بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن مباراة الزمالك والمصري في الدوري العام، واللي اتلعبت النهاردة الساعة 7 مساء، وانتهت بفوز نادي المصري 2-1. المباراة بعنوان، أنا مسميها بعنوان هزيمة الزمالك وخناقة عواد واعتراض السعيد وضرب جوميز للحكم والتحكيم. لا جديد تحت الشمس، مفيش فايدة. مفيش فايدة. المباراة بتثبت كل يوم فشل نادي الزمالك وعدم استطاعتهم ان هم يصلحوا من اخطائهم. انا لسه امبارح متكلم في الفيديو، والفيديو كان بعنوان ايه؟ لسه موجود على الصفحة بتاعتي. التحكيم برضو نفس القصة يا جماعة. التحكيم مفيش فايدة. قلت نفس اللفظ. انت يا حكم عمال تجامل نادي الزمالك وعمال تعمل وفي الاخر لا، مش هيحمدوك، مش هيدولك حقك. وهو نفس القصة اللي حصلت النهاردة مع ياما احمد الغندور جامل نادي الزمالك، وفي نفس الوقت النهارده ضربة الجزاء ما فيهاش اي ضربة جزاء، ملهاش علاقة، ما فيش اي ارتباط بينها وبين اي ضربات الجزاء. ومع ذلك الكرة طلعت حسابها مجاملة واضحة وحسابها، وبعد ما حسابها طلع الكرة خبطت في العرض ونزلت الفار، والكرة ما تجاوزتش خط المرمى بكل شهداء خبراء التحكيم. مفيش خبير تحكيمي طلع الا وقال ان الكرة ما عدتش خط المرمى، والتاني قدامه فيديو. هيعمل ايه؟ هيزحزح الكرة. انت بقى عايز الشماعة بتاعتك وعمال طالع لي تشتم في الحكم، وجوميز باشا اللي شغال لي في توه، اللي جاي لي من بلده يشتغل يزق الحكم ويضربه ويزق الحكم ويزق الحكم المساعد، والتاني والتاني اعتراضات من غير اي، فيها مبالغات وفيها كل شيء. ليه ده كله؟ ليه؟ بص، انت 90 دقيقة، انت 90 دقيقة ما رحتش، انت 90 دقيقة مفيش فرصة لك، مفيش شوطة، مفيش جملة. انت بتعترض على ايه؟ انت لعبت، انت رحت، انت شوط، انت قاعد طول 90 دقيقة، قاعد عمال تخبط، تلعب يمين شمال، ترفع تشوف، في الاخر اخر ما بتغلب بترجع للحيلة الازلية اللي انت بتعتمد عليها، وهي ان انا ايه؟ ازاي استجدي الحكم، وازاي اضغط على الحكم، وازاي احسب عليه، اخليه يحسب لي ضربة جزاء. كل هدفي كده، يعني اشوط شوط عشان تخبط الكرة في ايدي. وامبارح برضو قلت لنفس الجملة، قلت لك انا الحاجات دي في اوروبا وفي اي مكان في العالم ما بتتحسبش. الكرة انت لو شفتها اللي غيرت اتجاهها ومعدية من تحت دراعه، ولو لمست هوا، ايه ده؟ انت مطلوب منك ايه؟ تقطع ايدك؟ حكم قاعد مستني كرة تعدي من اي حتة، تلمس في اي حاجة عشان يصفر ضربة جزاء. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل، كرة تضيع وبعد شويه تيجي جون في منتهى السذاجه من فرقه نادي الزمالك. بتوع لعيبه النادي المصري بيضيعوا وقت، سابوهم لحد ما دخلوا المنطقه. الراجل اخر ما غلب قالها شوط. فما ينفعش، ما ينفعش كل حاجه فيها تسيب بتؤدي الى كده. يعني انت شفت النهارده اللعيبه كلها مشدود وتنشن ومش بتلعب. حتى التشكيل، فين تشكيلك؟ فين دفاعك؟ فين انت ملاعب مش عارف مين؟ كانوا اسمه دوت يمين وده شمال، وحسام عبد المجيد والمسلوق، حتى بتلعب محمد صبحي فجأة لقينا عواد. ايه يا عم؟ ما ينفعش الكلام من حتى ده. هخش لك على النقطة التانية. عبد الله السعيد اللي هو مثال للالتزام في تاريخه. عبد الله السعيد غاب في الاهلي 8 سنين، غاب في الاسماعيلي 5 سنين، غاب في بيراميدز 4 سنين، بقى له 15 اكتر من 15 سنة بيلعب. عمره ما اعترض على حاجة، عمره ما اعترض على الخروج ولا الدخول ولا اي حاجة. النهارده شفناه هو بيعترض بطريقة جامدة جدا على التغيير بتاعه. فانت اللي بيجي عندك بيكتسب الصفات بتاعتك. ما ينفعش كل حاجة تحملها على غيرك، وقاعد بقى هنعمل فيلم. والباقي
والكارثه بيان الزمالك. البيان احنا مش هنلعب غير اما ماتشات. طب ما انت ليك ماتشات مؤجله من الدور الاول، وانت كنت بتلعب في افريقيا وصلت النهائي وخدت البطوله. فانت في ايه؟ انتوا يا ناس، حرام عليكم اللي بتعملوه في نادي الزمالك ده. وكل ده باين طبعا. عايزين تأثروا، عايزين تلغوا الدوري، عايزين يأثروا على يأثروا على البطولة نفسها، لأنهم مالهمش نخوة ولا جمل. مفيش. وبعدين انت العب زي كون فرقتك. انت خلاص مش هتاخد دوري، وهتخش كونفدراليه السنه الجايه، يعني مش ما فيش دوري ابطال. يبقى انت دلوقتي معاك 18 مباراه او 17 مباراه. بعد فرقه للسنه الجايه، بشوف انا نواقص ايه واحتياجاتي ايه واشتغل عليها. سيبك من قصه الدوري دي، انا بعتبرها ماتشات تدريبيه حبيه. شغل نفسك فيها وعد فرقتك انك انت تعمل فرقه صح للسنه الجايه. انما تقعد لي بقى كل ماتش شغل الفتوانه اللي انتوا شغالين فيه ده عواد. دي اسلوب يعمل في زميله ازاي؟ دي طريقه يا جماعه، دي طريقه، دي اخلاق رياضيه؟ دي واحد يعمل في زميله كده؟ ما ينفعش، ما ينفعش. كل شيء ماشي غلط في الفرقه، وكل شيء بيترسم غلط، وانتم وما زلتم مصممين ترموا المشكله على غيرك، واطلع اعمل بيان والتحكيم والحكايه والروايه. لا يا استاذ حسين، انت راجل محترم، وراجل لعيب كرة يد قبل كده، وراجل فاهم القصة. ما ينفعش انك انت ترمي المشاكل على الفرقة، على الناس، وتتهم الناس وتتهموا الناس والتحكيم والحكاية والرواية، وانتوا اكتر ناس مستفيدين بالتحكيم. ده ما فيش مباراة يا راجل بتعدي غير بضربة جزاء، زي ما يكون مقررات مدرسية نازلة ان انتوا تاخدوا ضربة جزاء في كل مباراة. ف بتمنى للزمالك ان هم يصلحوا فرقتهم ويشتغلوا صح، ويعملوا شغل فني صح، ويشوفوا مدربهم ده هيكمل معاهم ولا هيمشي، ويعملوا فرقه صح للسنه الجايه. لانك انت ما عندكش، هتلاقي فرصه تاريخيه زي دي، معاك 15 مباراه تجهز فيهم كل حاجه، تجرب فيهم. انت داخل كده كده افريقيا الكونفدراليه السنه الجايه، وما عندكش اي التزام دلوقتي يخليك كسبت، تعادلت، خسرت، وخدت مركز رابع زي مركز عاشر، مش فارقه معاك. انت اشتغل صح واعمل نفسك، وشوف اللعيبه اللي عايز يقعد معاك يقعد، واللي مش عايز بالسلامه. مش قصه النهارده كل واحد بقى ماشي بمزاجه، ونعمله القصه دي تبقى ماشي على الصح. وبلاش شغل اللي انتوا بتعملوه ده، رمي على الناس والقصه وانا وده والتحكيم والبيانات. كل ده مش هينفعك في حاجه. اشتغل صح، متقعدوش تعملوا الكلام اللي انتوا بتعملوه ده. بشكركم، واتمنى ان الفيديو يعجبكم ان شاء الله. وان عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة، واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.